قليل فاض الفرات بمدمعي والنيل خطب أصاب محمدا ووصيه لله خطب قد أطل جليل تعست أناس دين آل أمية نصروا ودين محمد مخذول خذلوه وانقلبوا إلى ابن سمية وعن ابن فاطمة يزيد بديل حكم الإله بما جرى في مسلم والله ليس لحكمه تبديل آوته طوعة مذ أتاها والعذر من حوله عدوا عليه تجول فأحس منها ابنها بدخولها في البيت أن البيت فيه دخيل فمضى إلى ابن زياد يسرع قائلا بشرى الأمير فتمماه عقيل فدعا الدعي جيوشه فتحزبت يقفو على أثر القبيل فأتوا إليه فغاص في أوساطهم حتى تفلل عرضها والطول سلمى جرى جملا ودع تفصيله فقليله لا يحصيه التفصيل سيدي يا مسلم بن عقيل حتى هوى بحفيرة صنعت له وويلا أهوت عليه أسنة ونصول فاستخرجوه مثخنا بجراحه والجسم من نزف الدماء نحيا ربطوا برجليه الحبال ومثلوا وويلا فليت أصابني التمثيل بعد وله ابنة مسح الحسين برأسها وليتم مسح الرأس فيه دليل لما
حست يتمها صرخت ألا يا والدي حزني عليك طويل. يقول طلعت جارية من الدار موجب شافت على الباب رادت تقرب تنشده لكن غدت منتها. ابن علي ابن أبي طالب من بني هاشم، عمامة خضراء، وجه مزهر مشرق، هابته طوعا. رادت تقرب تنشده لكن غدت منتها. لما شافها مسلم من عدها العذر مرتاح قال لها أريد الماي حر العطش فتح شاي. قالت له بوسط عيناي جابت لو شرب منه أو صارت وقفته ينهى. بعد يا شاعر يقول قالت لارشد بنيتك موجب لا تظل على الباب تدري الحرم ما تأمين ومن الأجنبي ترتاب يا وليدي. اي والله شوف الليل يا وليدي ذبل على الوسيع حجاب. وخاف الناس تتعدى تقول الموج بش عنده علينا من العرب نقده. وتدري العرب يا وليدي تحافظ عن محارمها. بعذرها من سمع مسلم ظل منا العذر محتار. غيور يعرف هالمعنى شنو هذا. بعذرها من سمع مسلم ظل منا العذر محتار. يقل لها غريب انا ولا لبها الثنية دار. يا حرة ما تضيفيني عندك للصبح خطار. قالت لها لك جاوين قال لها هل بعيدين. منو انت؟ مسلم وابن عم حسين بي غدرة الكوفة وطاعت لعد ظالم. يقول لما عرفت مسلم صاحت يا هلا وحياك يا ابو طاهر يا ماي العين انا وكل هالنفداك. اويلي طبل الدار يا وليدي وبقش ما تريد هناك. طب مسلم لعند الدار وامسى بسفرة الخطاب. ولكن الصبح من صار ابنها راح للعدوان وعليه غدا يحشمها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي.